اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقه الجديده واللي نخصها مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب بلجيكا غدا الاحد بملعب التمامه بالدوحه بقطر. قبل ما نبدا بهذه المباراه نتكلموا على المباراتين اللي جراوهم المنتخبات العربيه، لا تونس ولا السعوديه، واللي انهزموا خلالهم. تونس امام استراليا فريق مغمور ب1-0، والسعوديه امام بولونيا 2-0 اضاعت ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول. علاش بديت بهذه المباراتين؟ لان هاد المنتخبين بجوج العربيين مع كل اسف. السعوديه لما انتصرت على الارجنتين يعني حسبها بان راه دازت للدور الثاني، وبان الفوز على الارجنتين يكفيها لكي تفوز على كل الفرق الاوروبيه، ونسات بان بولونيا ستبقى منتخب كبير لان المنتخب عنده ليفاندوفسكي يمكن يكون منتخب صعب الميراث. مع كل اسف السعوديه بقاو عايشين على الاطلال منذ الانتصار ديالهم امام الارجنتين. كنت اظن ان ايرفي رونار يرد اللاعبين الارض شويه، لكن العكس هو الذي وقع. حتى الجمهور السعودي اللي تشوفه في قطر الكل يتكلم فين هو ميسي، يعني انتصار واحد على ميسي في التاريخ ديال السعوديه. رد ميسي غير لاعب غير ممتاز، وهذا شيء غريب في الكره العربيه العاطفيه. اليوم السعوديه لعبات كفافوري، حاولت ان تسيطر منذ بدايه اللقاء، تلقات هدف مع كل اسف، بقات مسيطره وجاتها ضربه جزاء. نجم الفريق بين قوسين سالم الدوسري يضيع ضربه جزاء. الشوط الثاني السعوديه كان ملزمه باش تقلب على التعادل، ملي تكون ملزم تقلب التعادل هنا تبين القوه ديالك. فكونتر اتاك وحده ديال ليفاندوفسكي كانت كافيه باش منتخب بولونيا ينتصر ب2-0 على السعوديه ورد النقطه الصفر. يعني الغريب ان السعوديه انتصرت على الارجنتين، الان خصها تنتصر باش تدوز الدور الثاني. ايران اللي خسرات ب6-2 مع انجلترا دابا خصها التعادل فقط باش تدوز الدور الثاني. تونس بعد ما تعادلت مع الدنمارك، التونسيين هما لعبوا اليوم كفافوري ضد استراليا، وحضرت التونسيين البحث في برنامج المزيج تبعتيه وقلت لهم الى تونس لعبات كفافوري وهي اللي هجمات فيمكن تخسر مع استراليا، يعني تونس لا تكون قويه بحال اللعب الايطالي الا تكون تسوبي الماتش وتمشي اون كونتر، يعني الفريق الخصم هو اللي تضغط عليها، والمرتدات هي اللي تجعل المنتخب التونسي يكون قوي وقوي جدا. اليوم العكس هو الذي وقع. هزيمه استراليا ب4-1 مع فرنسا، يعني ظن بعدها التونسيون ان استراليا لقمه سهله. العكس هو الذي وقع، لان استراليا تلعب بحال الانجليز ديال زمان، سبيريت، النفس، الجري، الكونديسيون فيزيك، لو جو ايريان، لو جو لون، هادشي كله هو فيه دي كاليتي اللي تيجعلوا الفريق صعب الميراث او صعب التجاوز. المهم مع كل اسف المباراه اللي كانت باينه لا للسعوديه ولا لتونس اسهل من المباراه الاولى انهزموا فيها، وهذا خصو يعطينا درس، ودرس دقيق ودرس مهم للمنتخب المغربي. تعادلنا مع كرواتيا رغم ان بزاف الجماهير المغربيه كانت تظن وناويه وكانت تمني الناس باش ننتصروا، ولكن شرحنا للناس بان التعادل احسن من الهزيمه. الانتصار كان يكون احسن، ولكن الله ما قطع ولا بلاش. ولكن التعادل مع كرواتيا اللي فريق قوي وقوي جدا، ما خصوش نسينا بان منتخب بلجيكا حتى هو منتخب قوي، رغم انه ما بين حتى حاجه في المباراتين الاخيرتين، لا ضد مصر في المباراه الحبيه لا ضد بلجيكا رغم الانتصار. ولكن فريق اللي عنده دو برون، فريق اللي عنده ازار رغم ان ازار ماشي في المستوى حاليا، وفريق اللي عنده لوكاكو، وفريق اللي عنده الحارس كورتوا، ما يمكنش يكون سهل بهذه الدرجه. ولذلك غدا نحاولوا ننتصروا صحيح، ولكن يبان بان كاين الخطا باش نهزموا. من الاحسن نقلبوا على النقطه، لان النقطه تخلينا بجوج نقاط في المباراه الثالثه اللي فيها الحرب ضد كندا، وديك الساعات الانتصار على كندا تيفتح لك الدور الثاني يعني بدون مشاكل. اما الهزيمه مع بلجيكا اولا دخلنا في الشك، ثانيا دخلنا في حسابات ضيقه، لان الهزيمه مع بلجيكا اذا انتصرت كرواتيا على كندا تولي كرواتيا عندها 4 وبلجيكا 4 وحنا عندنا فقط واحد، وبالتالي وهذا هو الصعيب. بالتالي تولي بلجيكا عندها 6 وكرواتيا 4 وحنا واحد. بالتالي بلجيكا تلعب في المباراه الثالثه المباراه الاحتياطي ويتعادلوا مع كرواتيا، وكرواتيا خاصها التعادل فقط وخنتصوا حنا على كندا ويدوزوا. داكشي علاش يعني الهزيمه غدا تخرجنا من الدور الاول مع كل اسف، وتخلينا بيد الفرق الاخرى. يعني منين نخسروا غدا بدنا نقولوا خصنا نربحوا بحال في 98 خصنا نربحوا ليكوس، ولكن
الكاميرون ما تخسرناش مع الدنمارك. دابا نقولوا خصنا نربحوا كندا، شو على صعوبيه ندخلوا راسنا ليها. خصنا نربحوا كندا، ولكن خص بلجيكا تربح لنا كرواتيا، وهذيك الساعات عاد ندخلوا للكولافيراج. اما التعادل مع بلجيكا يخلي بلجيكا في 4 النقاط، ويخلي كرواتيا الا ربحت مع كندا في 4 النقاط، وحنا ديك الساعه تكون عندنا 2 نقطات. والانتصار على كندا يخولنا كيفما كانت نتيجه الفريق اخر، الا كانت كولافيراج يجمعنا ب3 ل5 نقاط ندوزو للدور الثاني. لذلك النقطه ضد بلجيكا راه مهمه جدا. صحيح ان الانتصار احسن، سير تنتصر على بلجيكا تولي عندك 4 بوان، بلجيكا 3 بوان، واخا كرواتيا دير 3 بوان، يمكن ب 4 بوان خاصك تخسر مع كندا دوز، ولكن ما خصناش ريسكيو الهزيمه. وهنا تتفق مع وليد الركراكي، خصنا نقلبوا على الانتصار كما نريسكوش الهزيمه. صافي دي كوا خصنا نكونوا بيان اون بلاص بحالنا كرواتيا، خصنا نكونوا حماسيين، خصنا نكونوا مركزين بزاف في الدفاع، خصنا نكونوا مركزين بزاف تكتيكيا، وخصنا اللاعبيه دابا اللي يدخلوا في الشوط الثاني باش يديروا الفارق، خصوصا الزلزوليه دخل ما يعطيش الماتش ديالو، وخصنا الا دخل حماد الله ما يعطيش الماتش ديالو، وخصنا الا دخل الصابري ودخل من الاول الثاني ما يعطيش الماتش ديالو، ونطلبوا على الله باش ما يكونش شي اصابه اللي تجعلنا نديروا واحد التغيير اضطراري بحال اللي وقع لنا يوم كرواتيا بتغيير اللاعب المزراوي باللاعب عطيه الله. وبالتالي خصنا نبقاو مركزين ولا نجازف. داك المجازفه ما عندنا ما نديروا بها، خصوصا ان في الهجوم مع كل اسف واحد هو اللي تيخدم هو النصيري، زياش وبوفا ما تيخدموش بزاف، ولذلك راه ما يمكنش نجازفوا ونخليو المساحات وراءنا باش لان المساحات وراءك في باصه وحده دو برون يخرج داك باتشواي راسو راس الجول بحال اللي وقع مع كندا. باصه وحده خاص دو برون، ما خاصوش جوج، ما خاصوش 3. وخاصنا واحد القضيه مهمه اللي تنقصنا هي تسجيل نصف الفرص. جينا نصف فرصه خصنا نسجلوها، مابقاوش تفلاو. وخص لي كوفروا القراب ياخذهم حكيمي وزياش ياخذ لي كوفرون لاتيرو، لان زياش الافراب ديال الحكيمي يحسم زياش داك الانانيه خصنا نزولوها، وخصنا انصاف الفرص نسجلوها. ما يمكنش تجينا 3 4 فرص نضيعوهم بحال كندا ونتلقاو الهدف احنا الاولى. ديك الساعه فكايه من وحلها، ونوض ديك الساعه تقلب على التعادل، ونوض عطي لي زيسباس اخرين لبلجيكا. داك الشيء علاش هاد الماتشات الاولى ماشي الماتشات التاهيليه، الماتشات الاولى ديال لي جروب فيهم الحساب، ما فيهمش اجي ولعب. داكشي ديال اجي ولعب حنا افارقه خصنا نديرو سبيكتاكل، داكشي كان زمان. الا كنتو باغي المغرب ديك سبيكتاكل واخا يتقصى وتصفقوا عليه ما عنديش مشكل، ماشي تقولوا المغرب خصو يدير سبيكتاكل ويربح هذا لا، ما يمكنش. فلذلك انا مع وليد باش نحاول نربح ولكن ما نخسرش. الله المكمل وعاش المغرب. الى اللقاء.